صدق أو لا تصدق، النادي الأهلي بعد 5 جولات بيحصد 6 نقاط في المركز ال15، في بداية هي الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي في الدوري المصري. ولكن بقى نسيب بقى المدرب وقصة المدرب ونيجي بقى للاعيبة النادي الأهلي. هل ده مركز يليق بالنادي الأهلي؟ هل ده مركز يليق هنا بالنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي؟ طب هل اللي بنشوفه في الملعب هل ده أداء لاعيبة النادي الأهلي اللي قلنا عليها في أسوأ موسم هنا كنا بنعمل الأداء أحسن من كده؟ ولكن جينا بقى في الموسم اللي عملنا فيه صفقات ما عملهاش النادي الاهلي في تاريخه يكون المستوى بالمستوى ده والاداء بالشكل ده. لعيبه النادي الاهلي جوه الملعب مش موجوده، لعيبه النادي الاهلي في الملعب مش رجاله، عندها كميه رعونه غريبه ما شفتهاش قبل كده في لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي شكلها جوه الملعب وحش جدا، لعيبه النادي الاهلي جوه الملعب شكلها مستفز، لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش حميه هنا. النادي الاهلي كان عندك هنا شكوى من المدير الفني، يا عم مشينا المدير الفني، مشينا لك ريبيرو اللي انت بتشتكي منه اهو. طب انت فين كلاعب؟ انت كمستوى فين؟ سيبك بقى من المدرب وقصه المدرب وان المدرب بيعمل والمدرب بيسوي، ولكن انت فين كلاعب النادي الاهلي؟ فين قيمه هنا كلاعب النادي الاهلي جوه الملعب؟ اللعيبه نفسها كلها مش موجوده، اللعيبه نفسها مختفيه، اللعيبه تحسها مش فارق معاها هنا لا جماهير ولا فارق معاها دوري، تحس ان اللعيبه شبعت خلاص. يا راجل ده انت خليته الراجل اللي مش قادر يمشي ولا يتحرك نزل لكم هنا الملعب وقعد معاكم 10 دقايق وقال لكم هنا الكوره حميه والكوره هنا احتكاك والكوره افتكاك والكوره رجوله في الملعب. ده انت المفروض بعد الكلمتين دول تنزلوا الملعب تاكلوا النجيله. احنا توقعنا كلنا بعد الكلمتين دول ان اللعيبه هتنزل الملعب هتاكل الملعب وهتاكل النجيله وهتاكل اي فرقه. يا راجل ده انت طالع بفضيحه من بيراميدز، طالع من فضيحه، المفروض بعدها تختشي على دمك وتنزل الملعب تاكل الاخضر واليابس تصالح هنا جماهيرك. كلنا كنا متوقعين ان بعد الماتش ده لا الاداء هيتحسن، بعد ماتش بيراميدز اللعيبه بقى تحس بقى بقيمه المسؤوليه وقيمه هنا الفريق وقيمه الجماهير وان الموسم بدا يضيع وان هنا لازم بقى نصالح هنا جماهير النادي الاهلي. فين الكلام ده؟ فين بقى القصه دي كلها؟ فانت كلاعب النادي الاهلي فين من كل ده؟ ده انت راجل في نعمه، انت بتوفر لك كل حاجه، اداره واستقرار موجوده، جماهير موجوده وجماهير قويه واقوى جماهير في افريقيا كلها وفي الوطن العربي كله موجوده، معاك هنا ماديات موجوده ما بتاخرش عليك يوم. يا راجل ده انا قريت تصريح هنا على مواقع التواصل الاجتماعي روي فيتوريا بيقول لك ان اللاعب المصري بيعامل معامله الملوك. يعني انت بتتعامل معامله الملوك، يعني ما شاء الله الله اكبر ربنا يزيدك، انت بتاخد اموال كبيره جدا. ليه بتاخد اموال كبيره جدا؟ عشان هنا نشوف شكلك في الملعب، نشوف هنا بتعمل ايه في الملعب، بتقدم ايه هنا للنادي او للجماهير. انت بتقدمش اي حاجه خالص، انت بتقدم ايه؟ انت مش موجود، انت بتخفز هنا بقيمه النادي الاهلي الارض. بقى النادي الاهلي يبقى المركز ال15، بقى النادي الاهلي قيمته هي المركز ال15 بعد كم الصفقات اللي عملناها وكم هنا الكفاءات اللي جبناها وكم اللعيبه الممتازه والمميزه اللي لقيناها. زيزو وتريزيجيه، هنيجي لتريزيجيه وهنتكلم عنه وبن شرقي محمد علي بن رمضان، وجبنا هنا لعيبه ممتازه عشان نشوف هنا لعيبه النادي الاهلي في الملعب. فين الكلام ده؟ مش موجود، لعيبه النادي الاهلي مش موجوده. هنفضل نقول المدرب لحد امتى؟ هنفضل نقول المدرب اصل المدرب بيعمل اصل المدرب بيسوي. طب انت كقيمه هنا لاعب جوه النادي الاهلي قيمتك الفنيه فين؟ ما هي دي قيمتك، انت لازم تظهر هنا في الماتشات اللي زي دي، تظهر هنا في الماتشات اللي انا محتاجك فيها في الفتره السيئه اللي انا محتاجك فيها زي كده. فين بن شرقي؟ فين هنا تريزيجيه اللي اول ما جاب جون اللي بقاله 20 ماتش اصلا ما جابش جون واول ما جاب جون عمل لك هوس؟ فين ده؟ بتقول هوس لمين يا تريزيجيه؟ بتقول هوس للجماهير هنا اللي عملتك، الجماهير اللي صبرت عليك، الجماهير اللي كل شويه تقول تريزيجيه 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 وانا اكتر واحد دافعت عنك. بتقول هوس لمين؟ هوس للجماهير هنا اللي بتساندك من اول ما جيت ونقول لا يا جماعه الراجل عنده حماس وحماس البدايات معلش وعايز يثبت نفسه وعايز يقول للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وعايز يقول لجماهير النادي الاهلي انا موجود. فين الكلام ده؟ لما دخلت في كاس العالم دخلت على ضربه جزاء مش بتاعتك وخدتها من زيزو وخدتها من وسام، كلنا طلعنا دافعين عنك وقلنا معلش حماس البدايات عايز يثبت نفسه. فين الكلام ده؟ بعد ما تجيب اول هدف، يعني من القرن ال 19 انت اصلا ما جبتش هدف، ومن القرن ال 19 مستحملين الار 2 بتاعتك اللي هي ما بتجيش ولا عمرها جت اصلا، ولكن بعد ما تجيب جون اصلا ملوش لازمه، انت حتى ما كسبتش، اول حاجه عملتها جريت على الجمهور هص. بقى هي دي المكافاه اللي بتردها هنا لجماهير النادي الاهلي بعد صبرها عليك؟ هي دي المكافاه؟ تريزيجيه اللي بنقول ابن النادي وهو اللي يشيل النادي هو اول واحد اصلا بعد ما جاب جون راح يقول للجمهور هص. حاجات غريبه، حاجات غريبه، وتبين لك قد ايه ان في انفلات برضه في الملعب وانفلات في اوضه اللبس. انا ما كنتش حابب اقول لك كده ولكن من الواضح من هنا من تعاقد اللعيبه او تجديد اللعيبه وتمديد اللعيبه
وان اللعيبه كل شويه تقول لك بقى احنا عايزين نزود مرتبات، عايزين نزود قيمه العقد، لا احنا مش هنجدد، لا هنجدد، لا واضح ان في انفلات هنا في اوضه اللبس. سيبك بقى، مش هنتكلم فني، مفيش فني اصلا، مفيش فني اساسا نتكلم عنه. اللعيبه كلها ادائها زي الزفت، سواء احمد رمضان بيكهام اللي هنا المهاجم يعني خطفه يجي 50 مره هنا في المباراه، بيخطفه ويسرح بيه، بيسرح كتير جوه الملعب. كوكا هنا اللي ما اعرفش، نفسي ادخل هنا في دماغ اي مدرب بيمسك النادي الاهلي واشوف قناعاته بكوكا في مركز الباك الشمال. انت بتحرق اللعيب. كوكا قد يكون ان هو مظلوم اصلا في المركز ده، مش مركزه، مش بتاعه. المدربين خلوا هنا الجماهير اول ما يسمعوا اسم كوكا الناس تتضايق وتهف وتنف كده وتبقى عندها تنافر كده من اللاعب، مع ان اللاعب ممكن ما يكونش ليه ذنب اصلا ان هو يلعب في مركز زي ده مش بتاعه، مش مركزه اساسا. فانت ليه بتضحي بلاعب؟ كوكا اول ما طلع كان نص ملعب، وكان كل الناس هنا بتشيد بكوكا في نص الملعب. كانت تقول لك كوكا كوكا لا ده موهبه، كوكا نقدر نعتمد عليه 5 6 سنين لقدام، 10 سنين لقدام في نص الملعب. فجاه تحول من لاعب محبوب لجماهير النادي الاهلي للاعب هنا اول ما تشوف جماهير النادي الاهلي في الملعب لا مش عايزاه. طب هل اللعيبه عند كوكا؟ اقف واتكلم يا حبيبي وقول لا ده مش مركزي، انا عايز العب مركزي في نص الملعب. قول لا ده مش مركزي، ان انت هنا بتتحرق، بتتظلم. انت هنا في مركز الباك الشمال، لا هجوم موجود لا دفاع موجود، اخرك سلم واستلم، وده هو الشغل هنا بتاع نص الملعب، ده اللي بتعمله. حتى دفاعيا ضعيف، هجوميا مش موجود. فهنا مدربين النادي الاهلي انا نفسي افهم هم دماغهم بتفكر ازاي في المنطقه دي، بيفكروا ازاي في الحته دي، عايزين ايه طيب؟ يعني هل انت ما عندكش هنا باك شمال؟ ما عندناش فعلا باك شمال. طب مين بقى؟ نرجع بقى لنفس القصه، مين اللي ماشي علي معلول؟ وقلنا علي معلول ان يديك سنه واثنين وثلاثه، مين بقى اللي مشاه؟ نيجي بقى لنفس التشكيله، وجود هنا ديانج، وجود برضه هنا مين؟ مروان عطيه. ترجع كده بسرعه كده للسنه اللي فاتت برضه، وجود اكرم توفيق ومروان عطيه، الاثنين اللي كانوا بيعملوا كوارث مع بعضهم في نص الملعب، اتكررت برضه في ماتش انبي. الاثنين عاملين هنا مصيبه في نص الملعب. الاثنين نفسهم بروفايل واحد، الاثنين نفسهم بيعملوا حاجه واحده، الاثنين نفسهم بيقطع الكوره ويسلم ويستلم. طب مين اللي هيعمل الزياده مع محمد علي بن رمضان؟ مين اللي هيعمل هنا الكثافه الهجوميه؟ بطل الكلام ده يا كابتن عماد. مفيش حد دلوقتي بيلعب باثنين صدادات في نص الملعب. بطل، محدش بيلعب، دي دقه قديمه دي خلاص. هنا المدربين القدام قوي هم اللي بيلعبوا بالطريقه دي، وكمان حدثوا نفسهم وما بقوش يلعبوا بالطريقه دي، بقى يلعب هنا واحد في نص الملعب. ودلوقتي المدربين بيدوروا على لعيب الكوره اللي يقدر يسلم ويستلم ويعمل كثافه هجوميه ويشوط. فين الكلام ده؟ مش موجود الكلام ده. كابتن عماد الكلام ده خلص من زمان، مش موجود اصلا يا كابتن عماد، مش موجود. فوجود هنا مروان عطيه مع ديانج في نص الملعب، الاثنين مع بعضهم كارثه. انت دلوقتي عايز تراضي مروان عطيه بعد الاداء الحلو اللي عمله مع المنتخب، اركن يا عم ديانج واثبت لنا لا ان مروان عطيه كويس عن ديانج. طب مروان عطيه مش لسه في الفورمه؟ يا عم اركنه ونزل هنا مكانه ديانج برضه اللي هو اصلا اساسي وبرجله في الملعب. حط امام عاشور اللي هو جاهز ولعب ماتش ودي كامل. امام عاشور بينزلوه لاخر 10 دقائق. هيعمل ايه امام عاشور في اخر 10 دقائق؟ بينزل لي بن شرقي اخر ربع ساعه، مع ان تريزيجيه مع ما شاء الله الراجل بيلم ويعمل ويسوي، في الاخر يضيع. في الاخر اول ما جاب جول عمل لك هس. لعيبه النادي الاهلي يا جماعه اقل ما يقال عنها ان هي لعيبه مش رجاله في الملعب. اقل قرار لازم ياخده هنا اداره النادي الاهلي لا ان هو يجمد مستحقات الناس دي، يلغيها خالص. مين هيستحمل هنا القرف اللي حاسه بيه الجمهور؟ مين بقى هيستحمل القرف اللي شايف الجمهور، وان الجمهور هنا بيدفع هنا فلوس وانت بتاخد فلوس كلاعب، بيقعد هنا ويتبهدل ويروح يقعد في المدرجات عشان يتفرج عليك؟ انت فين؟ مش يروح يتفرج على القرف ده. بقى النادي الاهلي المركز ال 15. انا عارف ان احنا هنرجع، وعارف ان احنا في الاخر ان شاء الله ان شاء الله الدوري هيكون للاهلي، ولكن مين هيحاسب هنا على كل ده؟ مين هيحاسب على القرف اللي احنا شايفينه ده؟ النادي الاهلي قيمته كبيره. لو انتوا مش حاسين بقيمه النادي الاهلي كلعيبه لا امشوا. يا راجل ده تاني مره بقول لك انتوا نزلتوا الراجل اللي مش قادر يمشي، اللي هو خلاص هيتنحى عن الرئاسه وخلاص عشان راجل تعبان ومش قادر يدي النادي الاهلي تاني. نزل لكم وقال لكم العبوا رجاله احتكاك، صالحوا جماهيركم. بعدها ننزل نلاقي المنظر الزباله ده في الملعب، المنظر السيء ده. هل ده منظر يليق بالنادي الاهلي؟ انا مش عارف نتكلم فني، سيبك من فني بقى ومش فني، مفيش اصلا فنيات. هو النادي الاهلي عمل ايه في الملعب غير شويه ميس باص، شويه هنا عنجها من اللعيبه، شويه قرف، شويه زهق من اللعيبه، شويه حتى يا راجل مفيش هجمه منظمه، مفيش هجمه منظمه تقدر كده تحللها.
ميس باص، والاثنين هنا حتى واجبات اللعيبه زي الزفت. محمد علي بن رمضان مع احترامي لمستواه وطبعا بنقول عليه ان هو كواليتي ممتاز، مش موجود برده في الملعب. طب هل سوء توظيف؟ هل اللعيب مش لاقي مكانه هنا في المكان اللي هو بيلعب فيه حاليا، في المركز اللي هو بيلعب فيه حاليا؟ انا ما بقتش عارف ان محمد علي بن رمضان اصلا بيلعب ايه. طب مين هيحاسب على كل ده؟ مين هيحاسب على الفاتوره دي كلها؟ مين هنا هيقدر يشيل هنا جماهير النادي الاهلي ويطلع يعتذر؟ مين جريء يطلع يقول لك انا بتحمل هنا قيمه المسؤوليه دي كلها، ان انا بتحمل هنا سوء الاداء وبتحمل هنا غضب الجمهور؟ كابتن عماد انت بتسلم زيزو كمان هنا للجمهور. صحفي يسالك يقول لك زيزو ما دام عارف انه مصاب بتلعبه ليه؟ تقول له لا اصل هو قال انا 100% جاهز وهو يتحمل المسؤوليه. بقى ده تصريح يطلع من مدرب؟ بقى ده تصريح يطلع من مدير فني للنادي الاهلي؟ انت المفروض تحمي لعيبتك يا كابتن عماد، مش تسلم اللاعب هنا للجمهور. لو هتسلم اللاعب للجمهور كان كل مدير فني بقى شايل المسؤوليه عن نفسه ولبس اللعيبه هنا للاعلام وللجمهور ويشيل كل واحد يشيل ليلته. مش طبيعي اللي بيحصل. في هنا بهدله هنا في النادي الاهلي في الملعب وخارج الملعب واداريا، في تخبط كتير قوي. احنا ما كانش نفسنا ان نقول كده، بس الواضح ان في تخبط كتير قوي، اوضه اللبس واداري وفني. يا ريت نلحق كل ده بدري بدري. يا ريت بقى نلحق وننظم نفسنا، لان هنا يعني داخلين على ابطال افريقيا، داخلين على الكاس، والدوري لسه هو الدوري، عايزين نلحق الدوري قبل ما يضيع، عايزين نلحق كل البطولات دي قبل ما تضيع. اتمنى ان شاء الله الفتره هي يكون في تركيز من اداره النادي الاهلي ويكون في عقوبات هنا للاعيبه النادي الاهلي. لازم هنا اللعيبه تحس بقيمه المسؤوليه دي. مين هيحاسب للجمهور؟ مين هيحتوي غضب الجمهور ده؟ عندنا ماتش يوم الجمعه، هل الجماهير بقى هتحضر؟ ان شاء الله هتحضر. طب هل اللي هنا اللعيبه هتصالح الجمهور؟ ده اللي احنا نتمناه. نتمنى نشوف بقى اداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكواليتي اللعيبه اللي في النادي الاهلي. بالتوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى هنا كل ده يخلص هنا بسرعه ولاعيبه النادي الاهلي تفوق ونلحق الدوري من بدري بدري ونفوق كده ونلحق باقي البطولات وباقي الموسم. بالتوفيق للنادي الاهلي، ونتقابل ان شاء الله بعد المباراه القادمه. سلام.